ازاي تتعلم من 1 ل10 بالصيني في اقل من دقيقتين؟ اول حاجة اقول لكم الارقام اللي بالصيني: اي، ار، سان، سو، او، ليو، تي، با، تيو، شي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. في تقنية مهمة جدا من تقنيات الذاكرة اسمها ان انت الحاجة اللي عايز تحفظها تربطها بقصة. فانا تخيلت قصة للارقام دي وهي اللي ساعدتني على حفظها. اول حاجة لو نفتكر كان فيه مسلسل زمان كده اسمه اي ار، مسلسل يعني بيتكلم عن الحالات الطبية، الحاجات اللي بتحصل في غرف العمليات. ربطت القصة دي ان انا كأني بتفرج على المسلسل اللي هو اي ار، واتفرج عليه في مكان فيه شمس، اللي هي الشمس اللي هي صن. فقربت النطق ليها يعني كأن سان اللي هي رقم 3 بالصيني كأنها قريبة من صن. وانا قاعد بقى بتفرج على المسلسل اي ار ده في الصن، جت بنت صينية اسمها سو، يعني عشان النطق بالصيني فاسمها سو. بعد شوية البنت دي وهي معدية كده لقيتها بتقول او، فبتقول او ليو، كأنها شافت ليوناردو دي كابريو فبتقول او ليو. وبعدين هو لما شافها قال لها تي، يعني اقعدي اشربي معايا شاي، اللي هي رقم 7. وبعدين فعلا وهي قعدت، هي بقى كانت من قرية في الصين، فباباه بقى راح معدي فبتقول با. بابا بقى يعني لما لقاها قاعدة كده ايه اتنرفز وشاور على، كان هما جاي بقى راكب حمارة فقال لها شاور على حمارة كده، الحمارة دي هو مسميها تيو اللي هي رقم 9. فهي بعد ما ركبت الحمار وهو ركب معاها قالوا للحمار شي، اللي هي زي ما هنا بيقولوا بقى بالعربي للحمار شي. فالقصة دي ميزتها حاجتين: انها اولا بتساعد انها تثبت المعلومة في الذاكرة، تاني حاجة ان انت بتبقى مستمتع وانت بتعملها، فبالتالي هتنتبه اكتر للمعلومة وتثبت في الذاكرة بتاعتك لأطول فترة ممكن.